وطبعا النوعيه بتاعه الوزره دي جديده، وان شاء الله هنعمل لها فيديوهات لحد لما تخلص عشان تعرفوا شكلها عامل ازاي في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله. اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. معانا النهارده موقع جديد من المواقع بتاعتنا، وبنتكلم فيه عن بند البورسلين والسيراميك وايه الفرق بينهم. تعالوا كده نتفرج. احنا عندنا في الدور الارضي ده عباره عن بورسلين، والدور الاول عباره عن سيراميك باركيه. بس خلينا هنا نتكلم الاول عن البورسلين. زي ما احنا شايفينه كده، البورسلين المقاس بتاعنا المقاس كبير، المقاس 120 في 120، والشكل بتاعنا تجزيعاته شيك جدا وجميله، وشكله كمان قريب جدا من الرخام. واخترنا هنا كمان ان البلاط يبقى متر 20 في متر 20 عشان يبقى قريب جدا من الرخام او مقاس الرخام لما يبقى في الارضيات. وطبعا كان نفسنا ان احنا نعمل الريسبشن كله هنا كده رخام، بس طبعا التكلفه هتكون عاليه جدا، فعشان كده اخترنا بورسلين قريب من المقاس بتاع الرخام، او كمان قريب من الشكل جدا جدا من الرخام اللي احنا اخترناه هنا. واحنا دورنا على بورسلين قريب جدا من شكل الرخام اللي احنا شايفينه ده، لان الرخام ده اللي هنركبه في السلم. واحنا النهارده هنتكلم على الفرق في تركيب البورسلين، وخصوصا لو المقاسات كبيره، بدايه من متر و20 في متر 20، او مثلا المقاسات المتر 60 في 80 والحاجات دي كلها، والاختلاف بينهم وبين تركيب السيراميك سواء 60 في 60 او سيراميك باركيه او اي مقاس سيراميك. فاول حاجه بنعملها لما يبقى مقاس السيراميك او البورسلين عندي مقاس كبير، ان احنا لازم نمحر الارضيات بتاعتنا. طيب ايه الفايده ان احنا بنمحر الارضيات؟ اول حاجه ان الصنايعي يبقى متملك من البلاطه، لان هي البلاطه كبيره. طيب واحنا هنا بنستخدم الماده بتاعتنا، الماده اسمها سيتوكسيو من كيماويات البناء الحديث، وفي بيكون منها اللون الابيض او الرمادي. احنا هنا مستخدمين اللون الرمادي اللي احنا شايفينها ديت كده. طبعا اول حاجه بنعملها ان احنا بندهن ظهر البلاطه، او بنحط الماده ديت على ظهر البلاطه، وبعد كده بنسيبها تنشف شويه، وبعد كده بنستخدمها على طول على الارضيه بتاعتنا. فطبعا احنا لما بنمحر الارضيه بتاعتنا بنلزق بس في الظهر بتاعها الماده، وبعد كده الصنايعي بيحط البلاطه على الارض، وطبعا بيبدا بعد كده يوزنها. يبقى لازم ان احنا نمحر الارضيه عشان الصنايعي يقدر يستخدم ويحط البلاطه كويس. وطبعا لازم الارضيه بتاعتي تبقى موزونه وما فيهاش اي ميول خالص. بنقيس من اول الحيطه لحد النص ولحد الاخر، المقاسات كلها بتكون واحده. وبعد ما بنحط البلاطه لازم بنتاكد ان احنا بنستخدم الكليبسات اللي احنا شايفينها ديت، عشان دي بتظبط المنسوب بتاعنا بتاع البلاطه من اولها لاخرها. واستخدمها زي ما احنا شايفين كده، كل شويه احط كليبس، او الصنايعي يعني بيستخدم الكليبس زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، عشان بتخلي المسافات بين البلاطه والبلاطه كلها واحده وما تسننش معايا. ومعنى التسنين ان في حته جزء من البلاطه سواء من الاخر او النص يبقى مرفوع. وكمان بتاكد ان من نص البلاطه، او ان الزاويه دي كده بين البلاطات كلها ماشيه باستقامه، وده طبعا بالليزر بيبان معايا جدا. طيب وزي ما احنا هنا برضو واخدين بالنا ان احنا هنا الجزء بتاعنا بتاع الوزر احنا مكسرينه بالمنظر ده. طيب احنا هنا مكسرينه عشان نستخدم فيه الوزره المخفيه. الوزره المخفيه زي اللي احنا شايفينها في الفيديوهات ديت، بس في الموقع ده هنستخدم وزره بشكل تاني او شكل مختلف شويه وقطاع اجدد. القطاع بتاعها بيكون هو دوت. القطاع ده بيكون عباره عن زي ما احنا شايفين كده، ده مكان اللي بنحط فيه البروفايل ليد بتاعنا، وبعد كده ديت الوزره، وهنا الوزره دي ما بيركبش عليها اي سيراميك خالص. طيب احنا اخدنا هنا قطاع صغير عشان نقدر نشرح عليه، وده اللي قطعنا عليه الحته او الجزء دوت. طيب الوزره بتاعتنا المخفيه هنا كده، احنا اول حاجه بناخد بارتفاع 10 سم من فوق السيراميك بتاعنا او البورسلين، وبعد كده بنجيب عمال يكسروه لنا، وبعد كده بيبقى الجزء ده مفتوح معانا زي ما احنا شايفين كده.
وطبعا احنا اخدنا القطاع ده صغير عشان نعرف نقيس عليه. فاحنا عندنا كده اول حاجه احنا هنا بنحط على طول السيراميكا، بنحط الوزره كده على وش السيراميكا بالمنظر ده كده، والليد الجروف بتاع الليد ده بيبقى وشه على السيراميك هنا كده. وبعد كده بعد ما بنركبها بنجيب الراجل بتاع المحاره بيمحر لنا من الجزء من هنا كده لحد اول الجروف، ودي بتبقى مخفيه ومدفونه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وطبعا النوعيه بتاعه الوزره دي جديده، وان شاء الله هنعمل لها فيديوهات لحد لما تخلص عشان تعرفوا شكلها عامل ازاي في النهايه. سيراميك باركيه زي اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا السيراميك الباركيه بيتركب بالطريقه العاديه التقليديه، بنركبه عادي بالاسمنت او اللي بنسميه مونه. بنعمل الخلطه بتاعتنا عادي وبنركبه زي ما احنا شايفين كده. وطبعا في اشكال مختلفه عن اللي احنا مركبينه، يعني اللي احنا مركبينه ده اسمه قطع الحام او تلت وتلتين. في تركيب تاني اسمه سابق ولاحق زي اللي احنا شايفينها في الصور دي. وطبعا هنا ممكن نركبه سواء بالكليبسات او صلايب، بس احنا طبعا بنفضل التركيب بالكليبسات عشان بيخلي زي ما احنا قلنا كده ان التسنين بتاع الفرق بين البلاطه والبلاطه قليل جدا. وبرده في الاوض ما بنفضلش بقى خالص ان احنا نركب الوزره المخفيه، لان الاوضه كلها بتبقى متداريه بالعفش داير ما يدور، يعني بيبقى عندنا جزء فيه ستاير، جزء فيه دولاب، جزء فيه سرير، فكل الحاجات دي ما بتبقاش ظاهره، والاوضه كلها بتبقى مش الوزر مش هيبان فيها، فبنركب الوزر بتاعنا المعتاد خالص. طيب وبعد كده الفيلا هنا برضو ما شاء الله كان فيها 6 حمامات، والعميل بتاعنا هنا كده حابب ان هي الحمامات او البورسلين بتاع الحمامات يكون مط زي اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي. ده كده حمام من الحمامات اللي موجوده زي ما احنا شايفين ان احنا هنا مركبين البورسلين 120 في 60، وبرده ده لازم يتاسس له يتعمل بماده ويتمحر الاول ويتعمل بماده. وهنا الجزء ده احنا عندنا كل الحمام لون واحد ما عدا الجزء اللي احنا شايفينه ده. احنا هنا كده لسه هنركب الحوض في الجزء ده، واخترنا لون مثلا لون هنا يكون جراي عامل كونتراست جميل جدا مع اللون بتاعنا البيج. وطبعا لسه عشان هنا ما ركبناش اي اضاءه، بس لما يتفنش هيبقى شكل شيك جدا، وخصوصا بعد ما نحط الحوض بتاعنا الحوض الرخام، وكمان نركب المرايه والليد بتاعها. وبعد كده هنا عندنا الجزء ده بتاع التويليت زي ما احنا شايفين هنا كده. واحنا برضو ناخد بالنا ان احنا هنا عاملين شطف في الزوايا شطف 45 بشكل شيك جدا، بدل ما نركب زاويه في كل الزوايا بتاعتنا. يعني هنا عندنا كمان زاويه كمان في كل اي ركن كده فيه عمود بنعمله شطف 45. وهنا عندنا البلكونات استخدمنا فيها سيراميك او الدور، طبعا هنستخدمه كمان في الروف بس احنا لسه ما ركبناش السيراميك بتاعنا. سيراميك او الدور برضو بيبقى عشان لو في ميه او مطر او اي حاجه برضو بيبقى ايه الملمس بتاعه خشن شويه، بيبقى احسن من السيراميك اللامع. ودي طبعا دفايات مركزيه، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنها واشرحها بالتفصيل وبنستفيد منها ايه.